السلام عليكم يا أصدقائي، أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم براعم. سوف نتعلم الكثير ونكتشف الكثير معا، سنعيش الكثير من التجارب والمغامرات. معي أنا صديقتكم الأطفال نور مهرية، ومع صديقكم منجوس أيضا. مرحبا بك يا منجوس. مرحبا صديقتي نورة. ومعنا أيضا في هذه الحلقة صديق مميز وهو محمد. مرحبا محمد. مرحبا. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. هل أنتم بخير جميعا؟ نعم. مستعدون لحلقتنا لهذا اليوم؟ نعم. جميع به حماس وتشجيع. نعم. دعوني أرى كيف. جاهزون. جاهزون. لم أسمع. نعم جاهزون. أحسنتم. وأنتم أيضا يا أصدقائي الأطفال من خلف الشاشة، هل أنتم جاهزون لهذا اليوم، لحلقتنا الجديدة؟ هيا بنا، لأن هناك الكثير بانتظارنا لهذا اليوم. حسنا يا أطفال ويا منجوس ويا محمد، لدينا موضوع لهذه الحلقة. من يعرف موضوعنا لهذا اليوم؟ من سوف يستطيع أن يذكر لنا موضوعنا لهذا اليوم؟ أنا. حسنا يا منجوس، تفضل. إنه عن التسامح. أحسنت، برافو يا منجوس، قد عرفت الجواب الصحيح مباشرة، لأنني قد غششته قبل الحلقة، تأكدوا من ذلك. ليس لأنكم لم تعرفوها، لكنه يعرف قبل الحلقة. لا بأس إن لم تعرفوا الحلقة اليوم موضوعها. حسنا، إذن لنذهب إلى فقراتنا المميزة والتي نحبها جميعا، أليس كذلك؟ من لا يحب هذه الفقرة يا ترى؟ من لا يحب هذه الفقرة؟ هل الجميع يحب هذه الفقرة؟ نعم بالتأكيد. نعم. دعوني أسمع. نعم بالتأكيد. نعم بالتأكيد. أحسنتم. ما هي فقرتنا القادمة؟ هل تعرفها يا محمد؟ الفقرة الذي يحبها الجميع والكل ينتظرها بفارغ الصبر، ما هي؟ هل عرفتها؟ فقرة ماذا؟ أنا أعرفها. حسنا يا منجوس، هل عرفتها؟ نعم. ما هي؟ إنها قصة معكم. أحسنت يا منجوس وأحسنت يا محمد، أنا متأكد أنك تعرفها، لكنه فضل التفكير قليلا. إنها فقرتنا قصة معا. نذهب إلى فقرتنا القادمة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، في إحدى القرى الجميلة بين هضاب وجبال، يعيش في هذه القرية الرائعة أناس هادئون وساكنون ويحبون الخير لبعضهم. وهناك صديقان يحبان دوما أن يكونا معا، وهما بطريق وباندا. بطريق وباندا منذ أن كانا طفلا صغيرا، يمكن أن نقول سنة، سنتين، 3، هما يلتقان مع أسرتهما. كبرا معا، ذهبا إلى المدرسة معا، وعاش الكثير من التجارب والمغامرات والمشاكسات معا. سوف نكتشف ماذا حدث لباندا وبطريق هذه المرة. في أحد الأيام التقى بطريق وباندا كعادتهم لكي يذهبا ويلعبا في الحديقة. وهما في الحديقة يلعبان كعادتهما، فإذ بباندا يدفع بطريق إلى الأرض. وقع بطريق وصار يبكي من شدة وقوعه، على الرغم من أن الوقعة لم تكن مقصودة وكانت مجرد لعب ومزاح. فصار يبكي كثيرا ومتألم من السقطة التي وقعها بسبب صديقه. فذهب مباشرة إلى بيته وقال لوالدته بأن باندا قد دفعه، ولكن لم يرضى أبدا بأن يسامح صديقه أو أن يستمع إلى تبريراته أو حتى أن يلتقيه مجددا. قالت له والدته بأن باندا صديقه لم يكن يقصد، ولا بأس إن وقع وهو يلعب مع صديقه، فهذا يحدث كثيرا، وعليه ألا يخسر صديقه بسبب شيء بسيط كهذا. ولكن بطريق ظل متمسك في رأيه ولن يغفر لصديقه باندا مهما حدث. فانتبه صديقه باندا إلى أن بطريق ذهب مسرعا إلى البيت، لم يستمع حتى إليه ولم يحاول أن يعطيه أي وجه من الإنصات. ذهب إلى بيته وقال له: يا صديقي، أعذرني فأنا قد أذيتك وأنا لم أقصد، أنا فقط كنت أحاول أن ألعب معك. ولكنه لم يستمع إلى صديقه وظل يحاول أن
ولكنه ظل يحاول أن يبقى بعيدا عنه. حاولت أمه أن تخبره أن يتكلم مع صديقه، يحاوره، يسامحه، لقد أتى معتذرا إليه، ولكن لم يستمع إلى صديقه أبدا، وظل متمسكا في رأيه. مر اليوم وأتى غدا، وحينما أتى الغد ماذا حدث؟ وجد بالطريق وحده أنه في بيته لا صديق له، وصديقه الحنون الذي طالما لعب معه هو بعيد عنه. حاول أن يذهب إلى الحديقة ليلعب بمفرده، لعب، ولكن الحياة بدون صديقه مملة. حاول أن يلعب كل الألعاب، ولكنها لم تكن كسابق عهدها، لم يكن سعيدا أبدا بما يلعب. حينها أتى باندا بالصدفة إلى الحديقة، فوجد صديقه بطريق جالسا على الأرجوحة حزين. حاول أن يتكلم معه مجددا واعتذر إليه وقال له أنا لم أقصد ذلك. سكت بطريق قليلا وتأمل صديقه، وفهم فعلا أنه لم يكن يقصد من حزنه البادي على وجهه، فقال له حسنا يا صديقي، لا تحزن ولا تقلق، وأنا قد سامحتك، فقد كنت قليلا منزعج يوم أمس. أعتذر لأنني لم أستمع إليك، ولأنني تأخرت كثيرا في مصالحتك. توافق الصديقان وتسامحا وعادا للعب مجددا. توتة توتة خلصت الحتوتة. ما رأيكم؟ إنها جميلة. عجبتكم جداً. القصة؟ نعم. حسنا يا أطفال، ما رأيكم أنتم أيضا في القصة؟ هل أعجبتكم؟ دعوني أستمع إلى رأيكم. من أعجبته القصة يرفع يده. أريد أن أرى أيادي مرفوعة. هل هناك أصدقاء؟ انظروا إلى الأيادي المرفوعة الجميلة هنا. أحسنتم، برافو. ماذا استفدتم من القصة؟ من يخبرني؟ حسنا يا محمد، بماذا استفدت من القصة اليوم؟ مثلا لو أنت صاحبك يعني يدفك ويضربك، مثلا يدفك من فوق، أو مثلا يضربك مثلا كذا حجر، بس حجر يكون خفيف. هو لم يقصد أن يرمي في حاجة. أيوه. حتى في اللعب لا نرمي أحجارا لأن الأمر خطير، بس كذلك؟ نعم، يعني عشان كذا لازم يعني حتى لو صاحبك يقول لك، يعني لو مثلا انت قلت انا ما راح اسامحك، فالحياة يعني ما تقدر تصير بدون اصحاب. فلو انت يعني صرت بدون اصحاب، الحياة كلها راح تصير لك انت ولا شيء، يعني بدون صاحب الحياة ولا شيء. صحيح، أحسنت يا محمد، برافو. وماذا عنك يا منجوس؟ ماذا استفدت من القصة؟ الكثير الكثير. هل يمكن أن تخبرنا بعضا من الكثير الذي لديك؟ حسنا، سأخبركم بواحدة فقط. ما هي؟ أنك إذا لم تسامح أصدقائك ستكون وحيدا وحزينا في المنزل. صحيح. وما رأيك في الناس التي لا تسامح يا منجوس وتبقى تحقد على أصدقائها؟ إنهم سيئين جدا. لماذا يجب علينا أن نسامح الأصدقاء والناس حينما تخطئ في حقنا؟ لأننا مثلا الأطفال الشجعان هم الذين يسامحون غيرهم. صحيح، جميل جدا، برافو يا منجوس. وماذا أيضا؟ وأن التسامح هو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ودائما ما يوصينا رسولنا الكريم بأن نسامح من يخطئ في حقنا، سواء طلب ذلك أو لم يطلب، أليس كذلك؟ نعم صحيح بالتأكيد. نعم. ماذا لديك يا محمد؟ هل لديك قصة ما تخبرنا بها عن ماذا يحدث لك أو ماذا حصل لك نعم. في يوم من الأيام؟ نعم. تفضل. الحين كنت مع صاحبي يعني كان قاعد يحاول يهرب من كلب. الحين كنت أنا قدامه، فيعني كان مضطر إنه يدفني. عشان كذا الحين دفني. الحين يده هذا جات في العمود الكهرباء، بعدين يدي يعني كذا اتلوت. بعدين رحت للبيت. وقتها أنا كنت يعني ما أبغى أشوفه، حتى لو كان يقول لي يعني لو سمحت تعال العب، كنت أقول له لا أنا خاصمتك. بعدين بعد كم يوم قال لي لو سمحت عاد تسامحني آخر مرة. قلت له بس بشرط. قال لي إيش هو؟ بعدين أنا قلت له إنه
الشرط هو حتى لو يعني أنت مثلا تكون مضطر وأنا قدامك، يعني كنت قبل ما أنت تجي على الأقل يعني تقول لي محمد تقدر توخر، عشان يعني عشان لا أنا أضطر ولا أنت. وكمان بعد ما قلت له زي كذا، الحين يعني اتنين اتسامحنا مع بعض، بعدين تاني مرة كنا نلعب مع بعض. جميل جدا. والآن القلوب متصافية، أليس كذلك؟ نعم. لا يوجد هناك حقد بينكما، تمارسان الألعاب معا وتلعبان معا دائما، صديقان مثل العادة، أليس كذلك؟ أحسنت. ماذا عنك يا منجوس؟ هل لديك قصة تخبرنا بها؟ ماذا يحدث مع أصدقائك؟ نعم، مثلا في يوم من الأيام غضبت من صديقي وقلت له لن أتحدث معك مجددا، ولكن بعد ساعات فقط عدت إليه وقلت له أنا سامحتك لأن ليس لدي صديق غيرك، وعدنا أصدقاء متسامحين متحابين مع بعضنا البعض. جميل. وليس فقط لأنه ليس يوجد لدينا أصدقاء آخرين نسامح لأن هذا خلق حميد، ولأن رسولنا الكريم قد وصانا بأن نسامح الآخرين من أجل أن نكسب رضا الله عز وجل وندخل إلى الجنان، أليس كذلك؟ صحيح، بالتأكيد. صحيح. حسنا يا أصدقائي، سوف نلتقي وإياكم في بعد الفاصل في فقرات جديدة، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أصدقائي الأطفال في برنامجكم براعم. هذه المرة سوف نتعلم شيئا جديدا كالعادة، هذا البرنامج فقط لنتعلم، أليس كذلك؟ حسنا، هل أنتم متشوقون للفقرة القادمة؟ نعم جميعا؟ أكيد؟ نعم. دعوني أسمع. نعم، متشوقون. أحسنتم. إذن سوف نذهب إلى فقرة لنتعلم معا. مرحبا بكم مجددا في هذه الفقرة، فقرة جميلة سوف نتعلم الكثير من الأشياء، واليوم بورقة وقلم سوف نتعلم شيئا رائعا. أكيد نحتاج إلى المحا يا أصدقاء لأننا سوف نرسم. حسنا أن أنتم متشوقون يا أطفال؟ نعم. في رأيكم ماذا سوف نرسم الآن؟ سوف نرسم أحد أصدقائنا في فقرتي أو في فقرتي قصة معا. خذ يا ورقة يا محمد، وأنتم أيضا يا أطفال خذوا ورقة، تفضلوا. عليكم أن نجلب ورقة وقلم أو يمحى لأننا سوف نمحي. سوف نرسم شخصية لطالما أحبها الجميع واستمعنا إليها كثيرا في شخصيتنا، ذكرناها صباحا أو في الفقرة الأولى. من هو أو من هي؟ باندا. أحسنت. سوف نتعلم طريقة رسم باندا. انظروا إلى قصتي أو رسمة باندا لهذا اليوم. انظروا هنا رسمة مختلفة قليلا لكنها ليست بالصعبة كثيرا. سوف نحاول أن نرسم شخصية محبوبة عندنا وهي باندا. في قصتنا باندا وبطريق دائما تلك الصديقان، ولكن هذه المرة سوف نتعلم كيف نرسم باندا بطريقة بسيطة. لدينا هنا رسمة له لكنها صعبة قليلا، انظروا إليها. هل ترون باندا؟ أليس كذلك؟ إنها صعبة قليلا، لكن سوف نحن نحاول أن نرسم شيئا بسيطا. أول شيء نأخذ قلما، وخذ معنا يا محمد قلما أيضا، سوف يشاركنا محمد الرسم. هنا محمد وأنا سوف أرسم، وأنتم أيضا يا أصدقائي أرسموا، لكن منجوس سوف فقط يشاهد. لا بأس يا منجوس؟ نعم، سأكون مشاهدا فقط. منجوس لا يعرف كيف يرسم، صدقوني. لذلك دعونا نري منجوس إبداعاتنا يا أطفال. هيا بنا. انظروا يا أطفال، أول شيء نقوم به ألا وهو رسم دائرة بهذه الطريقة، لا تكون مضغوطة جيدا، ثم نعيد أن نرسم دائرة أكبر منها هنا هكذا. تمام؟ نحاول تكون دائرة مضبوطة، لكن أنها كانت قليلة، لا بأس. نحاول ثم نرسم ماذا؟ هنا خطا، نفصل الدائرة بخط أفقي وعمودي لكي نرسم ثم بعد العين والفم والشفاه. هل ترونها جيدا؟ هكذا. انظروا إلى دائرتين ثم خط
وخط عمودي وأفقي. حلاوة البسمة. نرى رسمة محمد أيضا، انظروا إليها، جميل جدا رسمتكم محمد، أحسنت، برافو. دعني أريها إلى هنا الأصدقاء في هذه الكاميرا. انظروا إلى هذه الرسمات أيضا لمحمد، أعجبتكم؟ برافو لك يا محمد. ثم سوف نواصل الرسم. نضع أذنان للباندا، أليس كذلك؟ لنرسم أذنان، هيا بنا. هكذا نرسم له أذنان، رسمت أذنان، أحسنت. ثم ماذا بعد؟ ثم سوف نحاول أن نرسم يدان للباندا، ولكن أولا علينا أن نمسح قليلا من هذا الجزء. نحاول أن نجعل هكذا الباندا، الرقبة واليد إلى البطن، هكذا للباندا. ثم نرسم اليدان من هنا، تكون قليلا جدا من الرقبة، تصل اليد قليلة صغيرة جدا، ثم تكبر إلى أكبر هكذا، تكون هنا صغيرة جدا ثم تكبر اليد إلى هكذا، هذه الطريقة. انظروا، سنة هكذا نكون قد صورنا أو رسمنا وذرا الباندا يديه. تمام. نمسح الزائد دائما، الزائد في الرسم نمسحه، لذلك أخبرتكم ألا تضغطوا على القلم لكي نستطيع أن نمسحه بسهولة. بهذه الطريقة قد رسمنا ماذا؟ يدان للباندا. نحاول الآن أيضا أن نرسم ماذا؟ قدمان للباندا، هكذا نرسم ماذا؟ قدمان للباندا، كأنها نصف دائرة، كأنها قريبة من الدائرة. بهذه الطريقة أكون ماذا فعلت؟ رسمت جسم الباندا، رأسه، يديه، بطنه وقدميه، وها هو الأذنان والوجه. حسنا، هيا بنا. ثم ماذا سوف نفعل؟ سوف نحاول أن نرسم هنا العينان. العينان خذوا حذركم يا أصدقائي، عينان ستكون دائرة مائلة قليلا، دائرة مائلة قليلا، وفيها دائرة صغيرة، وفي وسطها هنا دائرة صغيرة. نحاول أن نمسح أيضا، ونضع أولا أنفه، نضع كذلك ابتسامة، ونمسح أي شيء زائد في الرسمة بهذه الطريقة. أي شيء كان زائدا سوف نحاول أن نمسحه. دعونا أيضا نرسم دائرة هنا صغيرة في الباندا، لأننا سوف نحاول أن نلون هذا الجزء العلوي للباندا، لأنه دائما يكون أسودا، أليس كذلك؟ وهذا الجزء في عينيه كذلك سوف نلونه إلى الأسود بهذه الطريقة. كيف حالك يا محمد؟ إبداعات محمد رائعة. دعونا نلون الآن باللون الأسود عيني باندا. هل الجميع يرى ماذا نحن نفعل؟ هكذا صنعنا الوجه، جسم، اليدين التي سوف نلونها، وهنا القدمين كذلك سوف نلونها، وها هي العينين. أنا الآن أحاول تلوينهما، هيا بنا. هل الجميع يلون؟ هل الجميع هنا أراه يلون؟ أحسنتم جميعا، أنا أرى إبداعاتكم الجميلة. إن منجوس يشاهد. هل ترى يا منجوس كيف نبدع نحن الأطفال؟ سمعني أحلى صدى، فرحة عيش متهني، ارمي زعلك. انظر إلى الأنف، ساكت ليه؟ انظر إلى أنفنا، ثم انظر إلى العين، إلى الأذن عذرا. انهينا عيننا، الآن نحاول أن نرسم أو نلون الأذن باللون الأسود، لأن أذن الباندا دائما ما تكون سوداء. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح. نلون هنا أيضا اللون الأسود للأذن الأخرى. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. وبهذه الطريقة قد جهزنا الوجه. انظروا، وجه باندا جاهز، بقي فقط جسمه. دعوني أرى. أحسنت يا محمد، خذ المحك لتمحي الزائد.
أحسنت، إن محمد مبدع. سوف أريكم إياها في نهاية الحلقة. دعونا نلون الآن اليد. نلون اليد، يد الباندا. حسنا، يا ترى كيف سوف يكون الباندا الخاص بنا؟ بهذه الطريقة نكون قد لونا ماذا؟ لونا يد الباندا. لونوا جميعا يا أطفال. لا أريد أن أرى شيئا أبيضا هنا في يديه الكل، هكذا عليك أن يكون هكذا بهذه الطريقة. حسنا، ثم ماذا سوف نفعل؟ هذا الجزء سوف نحاول أيضا تلوينه، هذا الجزء. حسنا، هنا ثم هذا الجزء أيضا سوف نحاول تلوينه. هيا بنا نواصل في اليد الأخرى. هنا الأسود. حلاوة البسمة وأحلى ما فيها غنوة بتملي قلوبنا حياة. حلوة الدنيا حلوة، حلاوة البسمة وأحلى ما فيها غنوة بهذه الطريقة. بتملي قلوبنا رأيتم؟ حياة. الآن نلون الجزء هذا من الجسم. خلينا نعيش هالفرحة الجزء الثاني من الجسم الذي يكون أيضا باللون الأسود. خلينا نعيش أنا أعلم أن هناك كثير من الأطفال الذين يبدعون في التلوين، ليسوا مثلي، ذلك أروني إبداعاتكم. أرسلوها إلى صفحة قناة السلام الفضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسنا، أريد أن أرى إبداعاتكم جميعا. بهذه الطريقة نكون قد لونا الجزء العلوي. أحسنت يا محمد. ثم نذهب وماذا نفعل؟ نلون الجزء أو الأقدام السفلي أيضا. هنا هكذا سوف نلون أيضا الأقدام بهذه الطريقة. انظروا، بهذه الطريقة سوف نلون الأقدام ونترك هذا المكان فارغا. رأيك يا منجوس في ماذا نفعل؟ أنا مستمتع جدا. هل أنت تشاهدنا من بعيد؟ نعم بالتأكيد، وأشاهد الأطفال أنتظر منهم صورهم. جميل. ألن يرسلوها لنا على الواتساب؟ يمكن أن يرسلوها لنا ونعرضها، أليس كذلك؟ صحيح، يمكن ذلك. نحن سعداء بما يفعلونه الأطفال هنا، جدا سعيدون بما سوف ترسمونه، تبدعونه. اكتبوا فقط أسماءكم لننشرها معا، شاركها مع بقية أصدقائنا الأطفال. وبهذه الطريقة نكون قد لونا أيضا قدم باندا. ماذا تعرف عن باندا يا منجوس؟ باندا باندا أليس لونه أبيض وأسود؟ صحيح، برافو. ماذا أيضا؟ ماذا يحب أن يأكل وأين يعيش؟ يحب المناطق الباردة. ماذا أيضا؟ ولا يحب استوائية إن صح التعبير. ماذا؟ يعيش في المناطق الاستوائية، أليس كذلك؟ ليست باردة كثيرا، ليس مثل الدب القطبي. بالتأكيد. أيضا يحب أن يأكل الأعشاب. قصب السكر. قصب السكر. نعم. لذيذ. هو يحبه كثيرا، إنه غذاؤه الدائم. تخيل أنه يأكل بقصب السكر دائما. جميل جدا، طعمه لذيذ. صحيح. واو، لقد لونته جميل ما شاء الله. ماذا عنك يا محمد؟ سوف أرى. نمسح دائما الزائد، الأشياء الزائدة هنا سوف نمسحها. بهذه الطريقة نكون قد لونا الباندا. يمكننا أيضا أن نضيف بعض من الألوان هنا في جسمه إن صح التعبير، بهذه الطريقة. وهنا أيضا
أريد أن أحدد يديه بلون أغمق بقلم الرصاص هكذا، كن ظاهرا من هذه يديه بهذه الطريقة، وهذه قدميه بهذه الطريقة، وهكذا أكون قد رسمنا باندا. انظروا جميلة، هذا باندا صديقتكم نورة. أرني باندا. رائع جدا يا محمد، انظر إلى باندا محمد، جميلة جدا أليس كذلك؟ إنها رائعة، أعجبتني جدا. وهذه باندا صديقتكم نورة، رأيتموهم؟ دعوني أرى إبداعاتكم. إذن أرسلوها لنا واتساب. حسنا، إنني أنتظر. تفضل يا محمد، لقد أبدعت، إن رسمتك رائعة جدا. شكرا لك يا محمد. هل رأيت الرسمات يا منجوس؟ هل عجبت؟ نعم إنها جميلة. شكرا جزيلا لك. ونلتقي وإياكم بعد أن تعلمنا طريقة رسم الباندا إلى فقرة أخرى، ألا وهي فقرة في الفيزياء. مرحبا بكم في فقراتكم في الفيزياء. هذه المرة سوف نكتشف شيئا جديدا له العلاقة بالفيزياء، ليس كذلك يا محمد؟ نعم. هل أنت متشوق لذلك؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ نعم إنني متشوق. من يحب الفيزياء والكيمياء والاكتشاف والاختراعات والتجارب؟ هل هناك محب للاختراعات؟ محمد؟ نعم. أحسنت. ماذا تحب في الاختراعات؟ الاختراعات إنها جميلة، وكمان يعني تخترع أشياء تكون مثلا حلوة، مثلا زي مثل كيف تخترع كذا بطارية، أو سهل لنا الحياة. أيوة. تجعل لنا حياتنا أسهل، نستطيع أن نطور من أنفسنا، من عالمنا، من كل شيء، ليس كذلك؟ نعم. هذه المرة سوف نكتشف شيئا يمكن الكثير لم يلاحظه، لكن علينا أن نلاحظه بعين ثاقبة. هذه المرة سوف نستخدم فقط كوبا من المياه مقلبا، نحتاج أيضا إلى الماء. يمكنكم أن تجربوها في البيت، لا بأس بذلك. خذوا كوبا من المياه فارغا، نحاول أن نملئه أولا بالمياه. حسنا، نجرب. سوف نملئه بالمياه، ليس كله. حسنا، فقط لنقول هكذا يكفي. ونأخذ قلما ونضعه في الكوب ونلاحظ ماذا حدث. هل الجميع يرى ما الذي حدث؟ منجوس، وماذا حدث يا محمد؟ كبر يعني في يوم يكون ما في الموية يكون كده صغير، يوم دخل في الموية شوية كبر. جميل. ماذا عنك يا منجوس؟ هل تلاحظ هذه الملاحظات؟ نعم بالتأكيد، إن القلم يصبح كبيرا وأظنهم قلمين. أليس كذلك؟ هذه الملاحظة مهمة دقيقة جدا يا منجوس. أحسنت. انظروا معي أصدقائي، القلم هنا يدخل من هذا الاتجاه، ولكن هنا في مكان أسفله يوجد قلم آخر، وهذا بسبب انعكاس ضوء الماء على الماء، فيصبح كأنه مكبر وكأنه غير مكانه المفترض أن يكون فيه. حينما يكون هكذا حينما يكون في المكان فارغ، انظروا إلى القلم كيف يحدث له، ولكن حينما ندخل القلم في المياه انظروا ماذا سوف يحدث. انظروا جميعا، نبدأ من هنا ثم ندخله إلى القاع. انظروا كيف يتغير، يصبح بطريقة أكبر، وكأن الماء والإنارة أيضا والضوء يصبح كأن الماء صار مكبرا. وبهذه الطريقة نكتشف أن هكذا يعمل التكبير. إذا عجبتكم التجربة يمكنكم أن تجربوها أيضا في البيت، ويمكنكم أن تشاركوها مع أصدقائكم لكي يستطيعوا أن يلاحظوا هذا الفرق العجيب. حسنا، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة يا أصدقائي. كنت جدا سعيدة بكم وبمحمد وبمنجوس. شكرا لكم. شكرا. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة يا أصدقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.